حضرتك لو عايز تبقى شخص ناجح ماديا واجتماعيا وتوصل للحرية المالية، فانت لازم تبقى فاهم الكلام ده كويس قوي. الرزق بتاع ربنا بس السعي في الرزق بتاعك انت، وعلشان تسعى للرزق لازم تاخد بالاسباب اللي ربنا انعم عليك بيها. والاسباب دي ممكن تكون الموبايل اللي انت ماسكه في ايدك دلوقتي او اللابتوب اللي مرمي في الدولاب. ولازم تبقى عارف ان في كتير غيرك من البشر قدروا ان هم يحولوا الاسباب دي لمصدر رزق ثابت وهم قاعدين مكانهم في البيت. انا مش فاهم حاجه، اخلص. عايز توصل لايه؟ انا فهمت. جعلصت الكلام شويه. انا جعلصت الكلام شويه. بص يابا، انت لازم تتعلم حاجه، لازم تتعلم حاجه في حياتك. طب ما هي سهله اهي، ليه الجعلصه؟ ما تقول يا عم، قول هتعلمنا ايه النهارده. بص يابا، هنتعلم تصميم ان شاء الله على حاجه كده اسمها كانفا. بيقولوا ان هي كويسه وفيها لقمه طريه. حضرتك جاي ولا الدور الجاي؟ انا دايس معاك يا اسطى، انا معاك. روح اعمل الشاي واجي، يا رب ما يرجع. بسم الله نبدا ويلا بينا. السلام عليكم اجمعين مشاهدين ومتابعين، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. كانفا، وحرفيا انا بعتبر الموقع ده من اعظم الادوات اللي موجوده على الانترنت عموما، وده ببساطه لان كانفا بيساعدك تدخل مجال التصميم من اوسع الابواب واسهل وابسط الطرق اللي انت ممكن تتخيلها، يعني حرفيا بزيرو خبره. وعلشان كده ان شاء الله هنبدا كورس مجاني جديد على القناه هنا لتعليم كل مهارات التصميم على كانفا. وعلشان تكون معايا في الصوره، خليني اقول لك انا مخطط للكورس ده في دماغي ازاي. السلسله ان شاء الله هتكون عباره عن فيديوهات منفصله، في كل فيديو هنتعلم مهاره تصميم جديده على كانفا وازاي نستفيد منها. وبصراحه لسه مش عارف السلسله هتطلع كام فيديو، بس هحاول على قد ما اقدر الم لك كل جوانب التصميم على كانفا والمعلومات تبقى مركزه وما فيهاش ملل ان شاء الله. وكمان هندخل مع بعض على مواقع العمل الحر ونشوف هناك الناس بتطلب ايه ونصممه مع بعض علشان تفهم السوق ماشي ازاي وتطلع من الكورس ده ان شاء الله باحسن نتيجه. والجديد بقى في السلسله دي واللي مش هتلاقيه عند حد، جايب لك افكار لمشاريع ممكن تنفذها باستخدام كانفا بس وانت قاعد في البيت او انت قاعده في البيت، وكمان هنحسب تكلفتها مع بعض وارباحها هتكون قد ايه. طيب ممكن اديك مثال على كده عشان بس تكون معايا في الصوره. عارف كتب التلوين بتاعت الاطفال؟ طب عارف الدعاوي بتاعت الافراح والمناسبات؟ طب ايه رايك لو طبعنا تصاميم على تيشيرتات او على مجات؟ بص، في مليون حاجه ممكن نعملها باستخدام كانفا. ان شاء الله هنحاول نلمها كلها في السلسله دي. وعلشان كده اتاكد دلوقتي انك مشترك في القناه وفعل زرار الجرس علشان يوصلك ان شاء الله الفيديوهات اللي جايه اول باول. طيب تعالى بقى نبدا بموضوع الفيديو بتاع النهارده، وهو ان شاء الله هيكون الدرس الاول، وهيكون عباره عن نظره عامه عن الموقع واساسيات الاستخدام. وخلينا نبدا بسؤال مهم جدا، انا عارف ومتاكد ان هو هيغرق الكومنتات على الفيديو ده. هو كانفا مجاني ولا بفلوس؟ بص، هو كانفا مجاني بس بفلوس. ده اللي هو ازاي يعني حضرتك؟ هقول لك. حضرتك هتروح على كانفا وهتعمل الاكونت بتاعك علشان تبدا تشتغل عليه، وبعد كده هتلاقي كل حاجه مفتوحه معاك وزي الفل. هتتوكل على الله وهتبدا تشتغل في التصميم بتاعك. وانت شغال هتلاقي في عنصر هيعجبك قوي، اللي هو لو خدته وحطيته في التصميم بتاعي هينقل التصميم في حته تانية، هينطق التصميم. هتلاقي بقى كانفا وقتها بيقول لك لا 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 معلش، العنصر ده بفلوس، خد ده حلو. هتقول له لا انا مش عايز من ده، انا عايز من الجميل اللي هناك ده. هيقول لك لا ده بفلوس انما ده مجاني، عايز تستخدمه اهلا وسهلا. طب وانت سعادتك عندك حل ولا انت جاي تقفلنا وتخلع؟ ما هو اكيد انا مش عامل لك كورس طويل عريض وفي الاخر مش جايب لك الحل. اتقل بس. هتلاقي لينك تحت الفيديو هتدخل عليه وهتعمل اكونت كانفا بتاع حضرتك، وهتاخد شهر مجانا تستخدم فيه الموقع زي ما انت عايز. طب يا سيدي شكرا، وبعد ما الشهر يخلص هعمل ايه؟ الاشتراك كام؟ الشهر ب 120 جنيه حضرتك. ايوه زي ما سمعت كده، ب 120 جنيه. يعني كده اول شهرين واقفين على سعادتك الشهر ب 60 جنيه. وبعد هذه المقدمه الطويله يلا بينا على كانفا ونشوف بيقول ايه، وايه هي اساسيات الاستخدام اللي هنحتاجها في اول درس من السلسله بتاعتنا ان شاء الله. طيب يلا بينا كده ونقول بسم الله. اول ما هتفتح كانفا هتلاقي الواجهه البسيطه والظريفه اللي قدامك دي، ده الاكونت بتاعي على كانفا، ودي الخطه اللي انا مشترك فيها اللي هي كانفا برو. وتقريبا كانفا من اول المواقع بالنسبه لي اللي انا دفعت فيها فلوس من يوم ما قررت اشتغل على الانترنت. عموما زي ما قلت لك هتلاقي لينك الموقع تحت في الديسكريبشن، هيديك شهر مجاني تجرب فيه الخطه المدفوعه، ومن بعد كده كل شهر تقريبا ب 120 جنيه. خلينا بقى نقفل القايمه دي من هنا عشان يبقى شكل الموقع اوضح بالنسبه لنا. كانفا هو عباره عن منصه بتجمع كل قوالب التصميم اللي انت ممكن تتخيلها، وكل اللي عليك بس ان انت توصل للتصميم اللي انت محتاجه. وعلشان تبدا تصميم على كانفا عندك 4 طرق مختلفه. اول طريقه هي الايقونات اللي هتلاقيها في وشك دي، واللي هتلاقيها متقسمه حسب الغرض اللي انت عايزه. تعال نبص عليهم في السريع.
اول حاجه عندك هي الفور يو، وهنا هتلاقي التصاميم اللي الموقع بيقترحها عليك حسب الشغل اللي انت كنت منفذه قبل كده. بعد كده الدوكيومنتس اللي هي تصاميم المستندات زي البي دي اف والكلام ده. وبعد كده عندك الوايت بوردز او السبوره البيضاء، ودي هتفيدك قوي لو انت مدرس وبتحتاج تعمل شرح للتلاميذ بتوعك. وبعد كده البرزنتيشن او العروض التقديميه، ودي حاجه عامله زي الباوربوينت شويه كده. وبعد كده اشهر حاجه موجوده على الموقع وهي السوشيال ميديا، وهنا هتلاقي تصاميم لكل حاجه تخص السوشيال ميديا حرفيا. هتلاقي في تصاميم للانستجرام بكل انواعها، سواء انت كنت عايز بوست او ستوري او ريل، هتلاقي كل حاجه موجوده بالمقاس بتاعها. كذلك هتلاقي الفيسبوك نفس الكلام بالظبط. وكمان لو انت من الناس اللي بتشتغل على لينكد ان، هتلاقيه بيقول لك تعالى انا مش هرمك من حاجه. وبعد كده هتلاقي عندك الجزئيه بتاعت الفيديوز، وبرضه هتلاقيه مقسمهم لك فيسبوك ويوتيوب وانستجرام وتيك توك، وكل حاجه حسب المقاس المظبوط اللي انت عايزه. وبعد كده هتلاقي عندك الويب سايت لو انت عايز تصمم موقع، وكمان هتلاقيها متقسمه حسب نوع الموقع اللي انت بتصممه. ودي كانت اول طريقه عندنا علشان تختار التصميم بتاعك. تعال نشوف الطريقه التانية. هتطلع فوق على الشمال هتلاقي حاجه اسمها ديزاين سبوت لايت، وهنا هتلاقي تقريبا نفس التصاميم بس بتقسيمه مختلفه. هتلاقي عندك العروض التقديميه لوحدها زي البرزنتيشن والوايت بورد والبي دي اف. ولو جيت ضغطت على اي حاجه من الاختيارات اللي هو مديها لك دي، هتلاقيه دخلك على صفحه تانية، وهتلاقيه مديك نبذه مختصره عن التصميم ده وازاي ممكن تشتغل عليه وايه الاشكال اللي ممكن تطلعها منه. وبعد كده هتلاقي سيكشن خاص بالصور والفيديوهات والتعديل عليها. وبعد كده هتلاقي سيكشن اسمه برنت، وده من وجهة نظري هو من الكنوز اللي موجودة على كانفا. وطبعا زي ما هو باين من اسمه، فهتلاقي هنا كل حاجة ليها علاقة بتصاميم الطباعة، يعني اي حاجة ممكن تطبع معاك هتلاقيها هنا. يعني مثلا هتلاقي عندك البيزنس كارد اللي هي الكروت اللي بيبقى مكتوب فيها الاسم والايميل والتليفون وكل الكلام ده. بعد كده هتلاقي عندك انفيتيشنز او دعاوي، افراح وحفلات وكل الكلام ده. وبعد كده هتلاقي عندك التصاميم اللي بتطبع على المجات والكوبايات والكلام ده. وبعد كده هتلاقي عندك تيشرتات، عايز تعمل تصاميم وتطبعها على تيشرتات مفيش مشكله. وهتلاقي عندك كمان الكالندرز اللي هي النتائج. وهتلاقي تحت خالص كده حاجه اسمها ليبلز، وده زي ما تقول كده زي التيكت اللي كنا بنستخدمه زمان في المدرسه وبيتكتب عليه الاسم والفصل والكلام ده، بس زي ما تقول كده الزمن اتطور وبقى اسمه ليبل. وعموما السكشن بتاع البرنت ده مش هيعدي علينا بالساهل كده، علشان ان شاء الله جايب لك كذا مشروع في موضوع الطباعه ده، وهي مشاريع موجوده على ارض الواقع ومربحه جدا. وطبعا عشان كده خليك متابع معانا على القناة عشان ما يفوتكش كل اللي جاي ان شاء الله. واخيرا السكشن بتاع الماركتينج، وهنا هتلاقي كل حاجة ليها علاقة بالتسويق زي اللوجوهات والبوسترات والفلايرز بتاعت المطاعم. لو عايز تصمم لوجو لبزنس معين او عايز تعمل فلاير لمطعم او كافيه او كل الكلام ده. كمان هتلاقي كل حاجة ليها علاقة بالسوشيال ميديا، وكمان ممكن تعمل QR كود، الاشكال المربعة اللي احنا بنصورها بالتليفون فتنقلك على صفحة معينة، ودي حاجة هنتعلمها في الفيديوهات الجاية ان شاء الله. ودي كانت تاني طريقة معانا علشان تختار التصميم بتاعك على كانفا. طب افرض انا في تصميم عايز اعمله وما لقيتوش وسط كل الاختيارات اللي احنا عدينا عليها دي، وهنا هنروح للطريقة الثالثة وهي شريط البحث اللي قدامك ده. وهفترض معاك مثلا ان انا عايز اعمل CV، ببساطة هتروح على شريط البحث ده وهتكتب CV، وهتلاقيه يطلع لك كل الاشكال والالوان اللي انت عايزها. اختار يا معلم اللي يريحك. وبعد كده عندنا بقى الطريقة الرابعة والاخيرة، ان انت واحد بقى صاحب مزاج وعايز تعمل تصميم بابعاد معينة على مزاجك، فهتطلع فوق على اليمين وهتدوس على كاستم سايز، هيفتح لك البوكس ده، هتكتب فيه المقاسات اللي انت عايزها وتبدا التصميم بتاعك. بص بقى وركز معايا علشان الكلام ده مهم وفيه فلوس. تعالى نفترض ان واحد صاحب مطعم تواصل معاك وقال لك عايزك تعمل لي تصميم لفلاير للمطعم بتاعي بخصوص العرض الجديد اللي انا هنزله علشان اوزعهم على الناس كده بعد صلاه الجمعه وهي خارجه من المسجد، وحضرتك طبعا زيرو خبره في التصميم. طيب هتعمل ايه؟ هتروح تجري على كانفا، وساعتها هيبقى عندك سكتين مالهمش تالت. يا اما سعادتك هتجيب تصميم من على كانفا وتبدا تعدل عليه، ودي السكه السهله، يا اما تعمل تصميم بنفسك من الصفر، وهو ده اللي هنتعلمه دلوقتي. يلا بينا ونرجع تاني بعد التصميم. هنروح نفتح كانفا وهنختار تصميم الفلاير، هيدخلنا على الصفحه دي وهتلاقيه حاطط لنا نموذج فاضي للتصميم اللي انت اخترته، والصفحه دي اللي احنا هنبدا نشتغل عليها. ولو حاسس ان التصميم حجمه صغير شويه ممكن تكبره من هنا علشان الصوره تبقى اوضح معاك. بص بقى يا معلم، ادوات التصميم على كانفا بتتلخص في الشريط اللي عندك على الشمال ده، وهتلاقي اول حاجه عندك هي الديزاين، ومن هنا انت بتقدر تجيب تصميم جاهز علشان تشتغل عليه، ودي السكه الاولى السهله اللي انا كنت قايل لك عليها. وبنعمل ده عن طريق ان احنا بنكتب في شريط البحث اللي قدامك ده اي حاجه ليها علاقه بالتصميم اللي احنا عايزين نعمله. يعني انا دلوقتي المفروض ان انا فاتح تصميم فلاير، لو جيت هنا وكتبت فود هيطلع لي تصاميم جاهزه لفلايرات مطاعم. اختار الشكل اللي انت عايزه ودوس عليه، هتلاقيه نزل لك في التصميم بتاعك، وممكن تعدل على اي عنصر موجود في التصميم. بس طبعا زي ما قلت لك احنا مش عاملين السلسله دي كلها علشان في الاخر نعدل على تصاميم جاهزه. تعالى بقى افتح لي تصميم جديد ونشوف احنا هنبني التصميم بتاعنا ازاي. عايزك بقى تركز معايا في العناصر اللي هنستخدمها، ويا ريت لو تكتب ورايا اسامي العناصر دي علشان هتلاقي نفسك على اخر السلسله معاك حصيله كلمات لعناصر هتساعدك جدا في اي تصميم انت هتعمله.
ولو مش فاهم اللي انا بقوله ده هتفهمه دلوقتي. اول حاجه هنروح على خانه elements او عناصر ونشوف هنختار العناصر بتاعتنا ازاي. طب احنا دلوقتي عندنا تصميم ابيض زي ما انت شايف، عايزين نحط له خلفيه. طب انا مثلا شايف التصميم ده في دماغي ان الارضيه بتاعته هتكون لونها احمر، فاحنا هنروح على الشريط اللي هنا ده وهنكتب ريد باك جراوند، اديني ارضيات حمراء يا عم الحاج. وبعدين هنختار الخلفيه اللي احنا عايزينها وسط كل الخلفيات اللي طلعت لنا دي، وليكن مثلا هنختار دي علشان عجباني. اول ما هدوس عليها هلاقي الخلفيه نزلت في التصميم. طب انا عايز الخلفيه تملى التصميم بتاعي، اعمل ايه؟ هنروح على الصوره بتاعتنا وهنضرب واحد كليك يمين وبعدين هنختار الاختيار ده set image as background. وبما اننا بنعمل فلاير لمطعم فاحنا اكيد هنحتاج نحط صور اكل، بس انا مش عايز احط الصوره زي ما هي كده مستطيله في التصميم، انا عايز اسقطها جوه اطار. هترجع لي تاني على الخانه بتاعت elements وهتنزل لي تحت كده لحد ما هتلاقي حاجه اسمها frames او اطارات، وزي ما انت شايف معايا كده وهتطلق صوره افتراضيه جوه الاطار. الصوره دي اللي المفروض ان انا هستبدلها بالصوره بتاعتي. هنختار شكل الاطار اللي احنا عايزينه وهندوس عليه، وبعدين هتظبط المقاس والمكان بتاع الاطار حسب التصميم اللي انت راسمه في دماغك. طب انا عايز اغير اللون بتاع الاطار ده وهقول لك ليه دلوقتي. طيب انا دلوقتي عايز اعمل اطار تاني يكون بنفس الشكل ونفس المقاس ونفس اللون من غير ما اكرر الخطوات دي كلها من الاول. هتروح على العنصر بتاعك وهتضرب واحده كليك يمين هتختار منها دبليكيت. طب دلوقتي احنا عندنا 2 اطار بس احنا مش شايفينهم عشان الاتنين نفس اللون. تعال نغير لون الاطار اللي فوق، وبعدين اظبط مقاس العنصر الجديد اللي انا حطيته بحيث ان يبان معايا ان الصوره ليها اطار ابيض من بره. المهم خليك معايا بس كده وهتفهم انا بعمل ايه. عايزين بقى نجيب صوره الاكل ونسقطها جوه الاطار بتاعنا. خد بالك ان احنا لسه لحد دلوقتي في الخانه بتاعت elements ما رحناش حته. هنروح على شريط البحث بتاعنا وهنكتب فود وبعدين هنزل على الصور. وطبعا في حاله ان انا كنت شغال مع مطعم حقيقي فاكيد كل الصور دي انا هبقى واخدها من المطعم نفسه، بس احنا بنجرب. هنختار مثلا الصوره دي وهسحبها اسقطها جوه الاطار بتاعي. ولو عايز اظبط شكل الصوره جوه الاطار هروح ادوس عليها دبل كليك هتظهر لي بالشكل اللي انت شايفه ده. هظبط مكان الصوره زي ما انا عايزه وشكرا على كده. تعالى بقى نكرر كل الخطوات اللي احنا عملناها دي تاني بس المره دي على شكل دايره. في النهايه هيطلع عندي بالشكل ده. لو بصيت على فلاير اي مطعم قبل كده هتلاقي ان دايما عنده صنف مميز وهو ده اللي بيبقى نازل عليه العرض. وهفترض معاك ان سندوتش البرجر ده هو الصنف اللي احنا بنتكلم عليه. هندوس عليه وننزله في التصميم بتاعنا ونظبط مقاسه بالشكل ده. وعلشان ندي الصوره حيويه اكتر تعال نحط تحتيها ظل او شادو ونظبط مقاس الظل بتاعنا بالشكل ده. وعلشان نحط لمسه جماليه للعنصر كده ممكن نستخدم حاجه اسمها سبلاش، وزي ما قلت لك اكتب الاسامي دي ورايا علشان هتنفعك بعدين. المهم انا هختار دي علشان شكلها حلو ولايق على التصميم. بعد كده بقى عايزين نكتب الاسعار بتاعتنا على الاصناف، وعلشان تكتب السعر على المنتج بتاعك بلمسه احترافيه ممكن تستخدم حاجه اسمها برش. ممكن مثلا نختار الشكل ده كده وندوس عليه، وبعدين زي ما احنا متعودين هنظبط المقاس والمكان بتاع العنصر بتاعنا، وممكن كمان نغير لونه علشان يمشي مع التصميم. حلو قوي كده. عايزين نكتب بقى، هنروح على الشمال وهندخل على تكست، ومن هنا انت ممكن تضيف اي نص للتصميم بتاعك. لو عايز اكتب عنوان كبير هدوس على اد هيدنج. طب لو عايز اكتب كلمه صغيره شويه هدوس على اللي تحتيها اللي هي سب هيدنج. ممكن نقول ان السندوتش ده مثلا ب 55 جنيه، يا بلاش والله. وبعدين نظبط المكان بالشكل ده وممكن نعمل لون الخط ابيض. طب عايز اعمل واحده تانية للصنف اللي فوق من غير ما اقعد اعيد الخطوات دي تاني، هتضرب لي واحد كليك يمين في دبليكيت وشكرا. وممكن نخلي السندوتش ده ب 65 ودي اسعار رمزيه يا جماعه والله. طب العرض بتاعنا فين بقى يا عم الحاج؟ نقول مثلا 15% على السندوتش الكبير. هنرجع تاني للخانه بتاعت الاليمنتس وهنكتب فوق 15%. هيطلع لك اشكال والوان يا معلم. انا شايف ان دي شكلها حلو ممكن نختارها ونظبط مقاسها ونحطها في المكان ده. طيب حلو قوي كده. الخطوه الجايه ايه؟ اسم المطعم بقى يا عم الحاج. هترجع لي تاني على تكست وهتعمل اد هيدنج، وانا بصراحه مفيش اسم مطعم حاضر في دماغي دلوقتي فاحنا ممكن نعملها فاست فود، اي حاجه وخلاص. ونظبط مقاس ومكان النص بتاعنا بالشكل ده. وبعدين عايزين نختار لون يليق على التصميم. هطلع فوق وهدوس هنا اللي هي التكست كلر، وممكن مثلا نختار اللون ده علشان يمشي مع باقي العناصر. طب انا حاسس ان المسافات ما بين الحروف مش عجباني، عايز اقلل المسافات شويه. هنطلع فوق وهندوس على الاختيار ده اللي هو السبيسنج، ومن هنا ممكن اظبط المقاسات ما بين الحروف. انا شايف ان كده بقت شكلها احسن. طب عايزين نحط لمسه كده على الكلمه علشان تنور معانا. هتطلع لي فوق وهتدوس على كلمه افكت، هيفتح لك القائمه اللي على جنب دي اللي فيها كذا تاثير ممكن تعمله على النص بتاعك. تعالى مثلا نختار التاثير بتاع النيون ده علشان الكلمه تنور معانا. وعلشان نضيف لمسه احترافيه اكتر ممكن نعمل مصدر للضوء ده ورا الكلمه، وهنا هنستخدم حاجه اسمها جريدينت. وما تنساش تكتب الاسامي دي ورايا تاني. المهم هنختار الشكل اللي بينور ده وهنحطه على الكلمه بتاعتنا. بس كده النور بقى فوق الكلام، انا عايزه يظهر من وراه. هتضرب لي واحد كليك يمين وبعد كده هتروح على لاير اللي هي الطبقات، ومن هنا هتختار حاجه اسمها سند تو باك،
وبالطريقه دي انت ممكن ترتب العناصر بتاعتك في التصميم زي ما انت عايز، مين يظهر من قدام ومين يظهر من ورا. طب احنا كده مش فاضل لنا غير اننا نحط طرق التواصل مع المطعم، وفي نفس صفحه الجريدينت اللي احنا فيها هنختار الشكل ده ونظبط المقاس والحجم بتاعه كده ونديله لون لايق على التصميم. في الاخر هيظهر معايا بالشكل ده، وبعد كده هبدا احط وسائل التواصل بتاعتي. ومن اهم العناصر اللي بتبقى موجوده في الفلايرز دلوقتي هي الكيو ار كود، علشان اول ما اصوره بالموبايل يوديني على صفحه المطعم على طول. هنطلع فوق في الشريط بتاعنا كالعاده ونكتب كيو ار كود، وبعدين هنختار الشكل اللي احنا عايزينه وننزله في التصميم بتاعنا ونظبط مقاسه بالشكل ده. وهوريك بعد كده في الفيديوهات الجايه ازاي تربط الكيو ار كود ده على اي صفحه انت عايزها. وبعدين طبعا اكيد هنكون محتاجين نضيف رقم تليفون. هطلع في الشريط بتاعي كالعاده وهقول له اديني ايقونه التليفون يا عم الحاج، ونفس الطريقه هعملها لو في موقع للمطعم ده انا عايز اكتبه تحتيه. وبعدين هنروح على الخانه بتاعت التكست علشان نقدر نكتب التليفون على التصميم بتاعنا، وممكن نختار الاختيار الثالث ده عشان اكيد هنبقى محتاجين نكتبه بخط صغير. وبعدين هنكتب رقم التليفون بالشكل ده وهنسحبه نحطه جنب الايقونه اللي احنا كنا حاطينه، وبعدين اديها واحده كليك يمين ودبليكيت علشان اقدر اكتب الموقع تحتيه. طب على فكره بقى يا شباب التوصيل مجاني. طب يلا بينا بقى، احنا عرفنا الطريقه، هنطلع فوق ونكتب فري ديليفري. وطبعا علشان تستفيد من العرض ده لازم تعمل ايه؟ ايوه تطلب دلوقتي. يلا بينا واحده اوردر ناو، وممكن نختار دي شكلها حلو. طب وربنا زي القمر، انا فخور بنفسي. مش ناقص بس غير ان احنا نعمل داونلود. هنطلع فوق وهنخبط واحده على شير ومنها هنختار داونلود. وده الشكل النهائي للفلاير بتاعنا اللي احنا بدأناه من الصفر. وبصراحه كده من كتر الكلام عن الاكل انا جوعت، هروح اكل وارجع لك تاني. التصميم ده انا ممكن ابيعه لاي مطعم عادي جدا، وما خدش مننا ولا وقت ولا مجهود، ولا انا كان عندي خبره في التصاميم اساسا. واللي وصل معايا لحد الجزئيه دي في الفيديو ده كان اول فيديو من سلسله كانفا. لو استفدت من الفيديو وشايف ان السلسله فعلا هتبقى مفيده اكتب لي تحت في الكومنتات، وطبعا خليك متابع معايا على القناه علشان التقيل لسه جاي. بس كده يا معلم، ده كان الفيديو بتاع النهارده. لو الفيديو عجبك انزل تحت دوس لايك، ولو لسه ما اشتركتش في القناه انزل اشترك دلوقتي وفعل زرار الجرس علشان تفضل دايما معانا على التراك. اشوفكم الفيديو الجاي، سلام.